السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد، وصفة جديدة بإذن الله. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله بإذن الله غنقدم لكم طورطة باردة بالفخيز بدون كريم شونتيي، بدون كريم باتيسير، بمقادير جد بسيطة وسريعة في التحضير وفي متناول الجميع. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير بإذن الله. وعلى بركه الله غندوزو لتحضير الجينواز ديالتنا. عندي هنا ساشي ديال الفاني، خماره حمراء، قبصه ديال الملح، بيضه، نص كاس سنيده، نص كاس زيت، نص كاس ديال الماء دافي واحد الشوي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد. في واحد لوبول او اناء ضفت واحد شوي ديال الملحه، بيضه، نص كاس سنيده، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الماء اللي كيف ما قلت لكم ما يكونش سخون وما يكونش بارد. وغادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نخلط العناصر ديالي بالضراب اليدوي. ومن الاحسن نضربوهم بالميكسور، اللي ما عندوش الميكسور يضربهم بالخلاط الكهربائي اللي هو المولينكس، او اللي ما عندهمش كاع ضربوها بالضراب اليدوي مزيان باش تجيكم الكيك ديالكم خفيفه. هنا خماره رانا ما ضفتهاش كامله، ضفت غير معلقه ديال الخماره. والدقيق هزيت غير كاس ديال العنبه ديال الفورس النوعيه الجيده، وكنضيف تدريجيا باش الجينواز ديالكم تجيكم خفيفه ما تجيكمش ثقيله. داكشي علاش الدقيق كتضيفوه تدريجيا. تقدر ما تهز لكمش حتى داك الكاس، تهز لكم غير قل. انا الكاس ديال الدقيق رانا عمرته كامل وبقيت كنضيف تدريجيا صافي. غير بالضرب اليدوي كنحاول ندخل داك الدقيق ديالي مع الخماره، كنضرب مزيان العناصر ديالي على هاد الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. المهم باش ما تجيكمش الجينواز ديالكم اللي هي منفوخه تاني بزاف وسميتو، باش تجيكم رقيقه على حساب الكريمات. وهادي هانتوما شفتوا كيفاش جات قليله. خديت داك المول اللي كيتفتح من الجناب، صافي على هاد الطريقه شفتوها خليتها جاريه باش تجيكم زوينه. هانتوما شفتوا من بعد ما طابت ليا راه خشيتها في الفران سخون باش ما تعطلش ليا، وكنقص البوطه التحتاني مزيان صافي كطيب دغيا. كنخرجها سقيتها بالليمون، وغادي ندور عليها الشرائح ديال الفريز على هاد الطريقه هادي كيف ما كتلاحظوا معايا من الجناب حتى كندوروها كامله. بما اننا حنا في هذا الموسم ديال الصيف كنعشقوا شي حاجه بارده، كنعشقوا هاد لي كيك الباردين، الطورطات الباردين، وهذه راه سهله ما فيها لا كريم باتيسير لا والو. المهم هنا في واحد الكاسرول خديت نضيف 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده حبيبات، وغادي ندير 3 ديال المعالق 4 ديال المعالق كبار ديال الفورس. انا ما نستعمل لا نشا لا كريم باتيسير لا كريم شونتيي. وانتوما لا عندكم نشا وما بغيتوش ديروا الفورس ديروه ماشي مشكل. انا هنا درت لكم غير الفورس. نص سيطرو ديال الحليب في 4 المعالق ديال الفورس. كنخلط العناصر ديالي وهما باردين كيف ما كنقول لكم دائما، وكنديروا على النار مهيله مع التحريك حتى كيغلى لينا الكريم ديالنا. من بعد ضفت واحد الياغورت ديال الفاني او ديال البنان على هاد الكريمه ديالي. من بعد ما طابت صافي كنخلط مزيان صافي، وكنضيفها على الجينواز ديالي. هانتوما شفتوا على هاد الطريقه هادي هاد الكريمه هانتوما شفتوا كيفاش كتجي رائعه رائعه رائعه، تجي زوينه. وصلا ضفتوا عليها داك الياغورت اللي كيكون منسم بالفاني او البنان كيجي رائع. المهم على هاد الطريقه هادي حاولت نسرحها شويه وغادي نخليها شويه تبرد، وغادي ندوزو نحضروا الكريمه الثانيه ديالتنا على هاد الطريقه هادي كيف ما كتلاحظوا معايا. راه كتجي ساهله مهله، غير اللي ما بغاش ينوض يحضرها. بالعكس نوضوا حضروها ووجدوها لكم ولوليداتكم. هنا في واحد الكاسرول غادي ندير فاني ديال الفريز، وغادي نضيف تاني السكر سنيده حبيبات ودقيق الفورس النوعيه الجيده، ماشي شي نوع اللي يدير لكم. هنا غادي نضيف 4 ديال المعالق كبار ديال الفورس و3 المعالق كبار ديال السكر سنيده حبيبات. بطبيعه الحال السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. هنا كنخلط النواشف ديالي على هاد الطريقه كما كتلاحظوا معايا، وغادي نضيف عليهم نصف لتر من الحليب البارد، وكنخلط العناصر ديالي هما باردين، وكنحطهم على نار مهيله مع التحريك حتى كيغلى ليا الكريمه ديالتي كتولي خاتره. هنا نضيف البنان مقطع والقرقاع حتى هو مقطع على الكريمه البيضاء الاولى اللي درت.
غادي نضيف عليها كما قلت لكم البنان والقرقاع اللي كيبقى اختياري على حسب اشنو موجود عندكم نتوما في المنزل ديالكم. صافي على هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا القرقاع راه قطعته غير بالموس مزيان ماشي دقدقو ولا شي حاجه على هاد الطريقه هذه. وغادي نضيف الكريمه ديالتي اللي درت عليها نسمتها بالفلون ديال الفريز وجاتني بهذا اللون الوردي الرائعه. صافي كنضيف فوق هذاك البنان والقرقاع على هاد الطريقه ديالي على هاد الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. سمحوا لي على هذا الشرح على هاد الهضره اللي كنهضر معكم، نتمنى نوصل لكم الشرح ديالي ونتمنى زعما نال اعجابكم في الكلام ديالي وفي هاد الفيديوهات اللي انا كنحط لكم وكنشارك معكم الفيديوهات التحضيرات اللي كنحضر في المنزل ديالي. المهم صافي من بعد هنا غادي نخليها تبرد ترتاح. غادي ندوز نوجد داك الفريز عندي في المجمد، كان عندي في المجمد رانا غادي نضيفه في الكاسرول. غادي نضيف هنا سكر سنيده حبيبات، ضفت هنا 2 ديال المعالق كبار ديال سكر سنيده حبيبات وغادي نضيف عليه هذاك الفريز اللي قلت لكم كان عندي انا ديجا في المجمد. صافي غادي ندوز هنا نحضر الفلون غير مع الماء باش نضيفه على داك الفريز من بعد ما يغلى. هنا درت الفلون هذا ديال هذا الصفر العادي ديال الفاني، ولكن راه غادي نزيد فلون ديال الفريز باش يتغير لي اللون ديالو حيت هذا جاني صفر، ولكن ما صورتش بانني راه زدت فلون ديال الفريز باش يولي احمر اللون ديالو يتغير. هنا درت 2 كيسان ديال الماء في ساشي ديال الفلون ديال هاد الفاني ديال درهم، وغادي كما قلت لكم فاش غنحطو فوق النار غادي نضيف عليه فلون ديال الفريز. وهنا من بعد ما داك الفريز ديالي اللي درنا مع السكر هانتوما شفتوا كيفاش كيختار وكيعقد بدون ماء، داك السكر سنيده كيدوب والفريز حتى هو كيدوب. صافي ملي كيبدا يغلى مزيان كنضيف عليه داك السائل ديال الفلون اللي قلت لكم. هنا غادي يجيني اللون ما دايرش وغادي نزيد عليه واحد الفلون ديال الفريز باش يتغير لي اللون ويكون لي اللون احمر كما بغيتو انا. هنا من بعد ما ديك الكريمه ديالي ديال الفلون ديال الفريز اللي جمدات ليا هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا خلاص راه دغيا كتجمد، نديروها في الثلاجه راه دغيا كتجمد. هنا من بعد ما صافي طاب لي الفريز مع داك الفلون صافي ضفتو على ديك الكريمه ديال الفلون تاع الفريز. صافي على هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا كنحاول نوزع دوك الطروفه ديال الفريز اللي انايا ضفت. صافي وكتخليوها تبرد في الثلاجه لواحد 4 سوايع هكاك تبرد لكم مزيان حتى ل6 سوايع ماشي مشكل، ولا كنتو توجدوها النهار وجدوها بالليل خليوها تبات في الثلاجه وغطيوها مزيان. انا المهم وجدتها غير في الصباح والعشيه عطيتها ليهم كلاوها وخليتها تبردات مزيان بالحق. نتوما شفتوا على هاد الطريقه هذه انا غادي نحاول باش انني نزول الاطار ديالي. درت الموس هو الاول باش ما نصدقش جاره معايا شي طرف تاع الفريز ولا. على هاد الطريقه كتساعدوا الاطار ديالكم بداك الموس. صافي على هاد الطريقه كنحاول نزول الاطار ديالي غير بشويه على هاد الطريقه والحمد لله نتوما شفتوا جات رائعه شكلا ومذاقا. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، ونتمنى تخليوا لي شي كومونتير نقراه من بعد ما تحضروها. صافي هنا كنحاول نقطعها لكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات وكيفاش جا داك النصف الاول الابيض والنصف الثاني بالوردي. جات الشكل ديالها زوين وحتى المذاق ديالها جا رائع والله. البنات حتى غتجربوها عاد غادي تعرفوا بالكلام ديالي اللي كنقول لكم. نتمنى تفرجوا في الفيديو ديالي كامل، ونتمنى الحلقه ديال اليوم تنال اعجابكم، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. وشكرا على المتابعه.